كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان الكريم النهاردة هنعمل مع بعض طاجن بطاطس باللحمة، حاجة كده تحفة جدا. والعيش اللي فوق ده ده عجينة هنعجنوها مع بعض في الفيديو وهنغطي بيها الطاجن بتاعنا. وطبعا عايزة اقول لكم ان هو طعمه كان تحفة جدا، وطعم العيش اللي بيبقى على الوش ده بيبقى خطير قوي قوي قوي. وعملنا رز معمر جواه برضو قطع من اللحمة. وعاوزه اقول لكم بقى ان العيش ده تحفه جدا، عيش حلو قوي. طريقته هبقى انزلها لكم، بس انا حبيت ان انا اوريكم النتيجه بتاعته في الفيديو ده. اول حاجه نبدا بيها ان احنا نجيب معلقه سمنه، وهنبدا في حله كبيره كده نشوح اللحمه بتاعتنا. معلش بقى لو صوتي فيه شويه تعب كده، بس عشان عندي برد، وبجد يعني البرد مع الصيام بيبقى حاجه صعبه قوي. دلوقتي بدأنا ان احنا ننزل اللحمه بتاعتنا، ننزل بقى القطع اللحمة كلها، ونبدأ ان احنا نقلبوها كويس كده مع السمنة. ولو دي اول مرة تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. وعاوزة بقى اقول لكم على حاجة كده واحنا بنعمل الوصفة مع بعض، ان انا بعمل لايف كل اسبوع في رمضان، وبكسب 3 اشخاص في اللايف دوت. عشان احنا بنعمل مسابقة دينية واسئلة دينية. طبعا اللي مش عارف المسابقة عبارة عن ايه، هيلاقي لايف في اخر الفيديو ده، يدخل عليه هيفهم كل حاجة عن المسابقة. وبرضه هختصر لكم المسابقة عبارة عن ايه وفيها ايه بالظبط والمكسب ايه. بس كمان شوية عشان دلوقتي نكمل الوصفة بتاعتنا. دلوقتي بقى هنرش فلفل كده على اللحمة بتاعتنا، ونبدأ بعد كده نبدأ ان احنا نقلبها كويس قوي. نرجع بقى لموضوع المسابقة تاني. المسابقة الأسبوع اللي فات الحمد لله كل اللي كسبوا معانا في اللايف استلموا جايزتهم، وكمان أنا نزلت صور التحويلات على المنتدى بتاع القناة. طبعا عاوزة اقول لكم ان المسابقة عبارة عن اسئلة دينية زي ما انا قلت كده، وبكسب فيها 3 اشخاص. وقلت في اللايف اللي فات ان انا الاسبوع اللي جاي هكسب 4 اشخاص، عشان لقيت تفاعل حلو قوي منكم. ولو لقيت تفاعل في اللايف اللي جاي ان شاء الله، اللي هو هيبقى يوم الاحد الساعة 11، هبدأ ان انا اعمل في الاسبوع مرتين، يعني هطلع مرتين لايف، واعمل مسابقتين في الاسبوع، مش مسابقة واحدة في الاسبوع. فان شاء الله لو لقيت تفاعل زي ما انا قلت لكم كده في اللايف اللي جاي يوم الاحد الساعه 11، هعمل لكم ان شاء الله مسابقه تانية هتبقى على يوم الاربع باذن الله. نرجع بقى تاني للوصفه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده اللحمه بدات انها تنزل الميه بتاعتها. احنا كده بنعمل كباب حله، تمام. بس انا عملته بقى في يعني في الطاجن بتاع البطاطس، كان طعمه حلو قوي. كده اللحمه بتاعتنا جاهزه معانا، وبدأت انها تنزل المية بتاعتها اهي. وبعد كده هنبدأ ان احنا نزود بقى عليها المية عشان تستوي بقى على مهلها خالص، ونغطيها ونسيبها انها تستوي. دلوقتي بقى هنجيب بصلاية مبشورة، وهنبدأ ان احنا نحط ملح وفلفل عليها ونقلبهم كويس. ونجيب البرام بتاعنا، ونبدأ ان احنا نحط البطاطس اللي احنا مقطعينها مكعبات. وننزل بمكعبات البصل الصغيرة، نرش عليهم رشة من البابريكا. ونقلب بقى كل ده كده مع بعضه كويس قوي.
ودلوقتي اللحمة جاهزة معانا خلاص واستوت وكله تمام التمام، كانت ريحتها جامدة جدا. هنبدأ دلوقتي بننزل بقطع اللحمة كلها، ما عدا لو انتوا عايزين تعملوا برام رز في اللي هو المعمر جواه قطع لحمة، سيبوا القطع اللحمة تحطوها في برام الرز والباقي نحطوه في البرام ده. نبدأ دلوقتي بقى ايه، نقلب اللحمة مع البطاطس وكله تمام التمام. وطبعا عشان نكسب وقت واللحمة كانت بتستوي، احنا بدأنا ان احنا نعجن. جبنا ربع كوباية مية وحطينا عليها باكو من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. نبدأ بقى نقلب كل ده كده كده مع بعضه، وهنبدأ دلوقتي نغطيه بطبق كده ونسيبوه لغاية ما الخميرة تتفاعل. احنا هنعجن ان شاء الله كيلو من الدقيق. جبنا المنخل بتاعنا وهنبدأ ان احنا نمنخل الكيلو. وطبعا اكيد ما ننساش ذرة الملح بتاعت كل المعجنات اللي احنا بنعملوها. واللي هيدي بقى تركية حلوة وهي معلقة كبيرة من اللبن البودر، ونقلب بقى كده كويس اللبن البودر مع الدقيق. ونجيب بقى الخميرة بتاعتنا ونحطها دلوقتي على الدقيق. ونجيب حوالي نص كيلو من اللبن ونبدأ بقى ان احنا نعجن بيه العجينة بتاعتنا. طبعا يكون لبن رايب، ولو ما عندكيش لبن رايب يبقى نص كيلو لبن دافي ونحط عليه معلقة خل، وكده هيروب منك وتستعمليه في الوصفة بتاعتنا. طيب قلت بما اننا واحنا بنعجن كده والناس بتتفرج، قلت ممكن نقول شروط المسابقة بتاعت كل اسبوع في رمضان والجوائز بتاعتها عبارة عن ايه. دلوقتي إن الشروط اهم حاجة انك او انك تكون مشترك في القناة وتكونوا مفعلين زر الجرس
عشان يوصل لكم اللايفات بتاعتنا. ودي كل الشروط تمام، يعني مفيش اي شروط خالص. المهم انك تجاوبي اول واحدة على السؤال في اللايف. يعني انا بسأل سؤال ديني مثلا، معلومة دينية، اول حد بيجاوب هو اللي بيكسب. وده اللي حصل في اللايف اللي فات. اول حد بيجاوب الاجابة الصح هو اللي يعني هو اللي بيكسب الجايزة. وبنكتب اسمه وبيكلمني على صفحة الفيسبوك بتاعتي اللي هي اسمها هايدي اشرف، وحاطة نفس الصورة اللي هي بتاعت القناة. بيدخل يبعت لي الرقم بتاعه وببعت له الفلوس على فودافون كاش. وطبعا اول ما بيستلم الفلوس انا بنزل السكرين اللي انا ببعتها بيه، بنزل السكرين ده على الصفحة عندي هنا على القناة على المنتدى. وبكده نكون قلنا الشروط وازاي بنحول الجايزة والحاجات دي كلها. نيجي بقى للجوائز نفسها. الاسبوع اللي فات اللي حضر اللايف معايا او اللي ما حضرش، حابه ان انا اقول بس ان كان اول حد كسب الجايزه بتاعته كانت 200 جنيه، والجايزه التانية كانت 100، والجايزه التالتة كانت 50. وعشان انا لقيت تفاعل حلو قوي على اللايف، فانا قررت ان الاسبوع اللي جاي اللي هو يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله هكسب 4 اشخاص. واول جايزة هتكون 500 جنيه، تاني جايزة 200 جنيه، تالت جايزة 100، رابع جايزة 50. فان شاء الله اللايف اللي جاي ده هيكون جامد جدا، والاسئلة بتاعته هتبقى حلوة قوي وبجد معلومات مفيدة جدا. نرجع بقى لوصفتنا، وبكده نكون خلصنا العجين بتاعنا. احنا بس بنسيبوها ترتاح كده 5 دقايق. دي بقى تركية مهمة جدا عايزة اقول لكم عليها. لما تيجي تعجني خلي العجينة ترتاح معاكي 5 دقايق، وبعد كده ابدأي اعجنيها تاني. تمام، هتبقى سهلة قوي وبتسهل عليكي العجن بعد كده. يعني بجد هي العجن كله على بعضه ما بياخدش 10 دقايق. دلوقتي بقى نحط السمنة بتاعتنا. انا جبت كوباية الا ربع كده، وحطيت حوالي، يعني كلها الا حبة صغيرين كده، فنقول مثلا كوباية الا ربع، لان انا سبت بق صغير قوي في الاخر. ونبدأ بقى ان احنا نعجن تاني كل ده كده. طبعا هتحسي انها هتقطع معاكي وكل حاجة وبتاع، وهتشوفوا انا سايبه لكم التفاصيل كلها للعجين، عشان بجد العجين ناس كتير قوي بتقولي احنا منعرفش نعجن والعجينة بتبوظ مننا، وبحس ان العجينة باظت. انا عايزة اقول لكم ان كل ما بتعجنوا في العجينة كل ما بتبقى مظبوطة اكتر. فاخدمي العجينة تطلع معاكي حلوة. زي ما انتم شايفين كده العجينة تحسوا انها اصلا قطعت كده وشكلها ما بقاش لذيذ، بس انت كل ما هتعجنيها كل ما هتبقى كويسة. فهتشوفوا الفاينل بتاعها حاجة كده جامدة جدا. زي ما انتم شايفين اهو العجينة بقت زي الفل وجميلة جدا. وعاوزة اقول لكم ان انا فعلا ما زودتش اي حاجة على العجينة. انتوا بس اهم حاجة تخدموا العجينة هتطلع معاكم زي ما انا قلت لكم كده مظبوطة جدا. بس وبكده تكون العجينة بتاعتنا خلصت. هنبدأ ان احنا ايه، نبططوها كده ونسيبوها بقى ونغطوها ونسيبوها تخمر.
دلوقتي بقى الرخامة بتاعتك كده ترشي رشة دقيق، وتاخدي حتة كده من العجينة عشان بقى البرام نغطيه بالعجينة زي ما انا قلتلكوا، والباقي عملته عيش. فدي كده تقريبا طريقة العيش، بس برضو هبقى انزل لكم فيديو بطريقة العيش كاملة متكاملة بقى بالتخطيط بكل حاجة. نبدأ نفرد بين النشابة زي ما انتم شايفين كده لغاية ما تجيبي حجم البرام. بعد بقى ما تفردي العجينة تاخديها كده بقى وتغطي بيها البرام بتاعك، وتحطيه في الفرن بقى كده حوالي ربع ساعة. حاجة كده جمدان فعلا، حاجة تحفة قوي، وكان طعمها خطير جدا. بيعملوها في المطاعم ويقولولك ايه، احنا عاملين اختراع. لا، احنا ممكن نعمل الاختراعات دي في البيت عادي جدا، زي اختراع الصينية اللي انا كنت لسه عاملاه. مش انا اللي عاملاه، يعني ماما هي اللي عاملاه. ف عايزه اقول لكم ان طعمه كان خطير، والعيش كان تحفه جدا. ولو عايزين تتفرجوا على الصينيه انا سايبها لكم في اخر الفيديو ده. معلش بقى طريقه الرز المعمر ما طلعتش في الفيديو ده، بس عايزه اقول لكم ان انا عاملاها على القناه في فيديو اللي انا منزله فيه 4 طرق للرز. هتلاقوا نفس طريقه الرز اللي انا عملت بيها النهارده، هي الطريقه هتلاقوها في الفيديو. وبكده يكون فطار النهارده خلص معانا. وعاوزه اقول لكم ان فعلا البطاطس كانت مستويه، واللحمه كانت مستويه، والعيش كان مستوي. العيش اصلا اللي فوق ده خطير جدا 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 بجد، تاكلوه كده يعني اللي بياكلوا كل واحد ياخد بقى ايه قطمه منه كده. فعايزه اقول لكم ان طعمه كان حلو قوي، والرز المعمر كان جميل جدا جدا جدا. متنسوش بقى ان في مسابقة يوم الاحد الساعة 11 اللي جاي ان شاء الله، مستنياكوا في اللايف. وبكده تكون وصفة النهاردة خلصت. لو لسه ما عملتوليش لايك وشير للفيديو او اشتراك في القناة، ياريت بقى تنزلوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك حلو كده وكومنت عشان الوصفة دي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. ونسيت بقى اقول لكم ان ده العيش اللي انا عملته. بس كده اشوفكم بقى في فيديوهات جديدة ان شاء الله. باي باي.